فرحت إلى طهران في زيارة من الزيارات، وقعدت شهر ونص، مو ألقي محاضرة وأشلع، شهر ونص. حاشتني جمعتين، جمعة ندور مسجد نبي نصلي، ماكو مسجد للسنة. وين نصلي؟ قالوا مالك إلا السفارة السعودية. رحت السفارة السعودية، لقيت ربعنا نيادة وينطرون الصلاة، صلينا وياهم. يا جماعة ماكو مسجد لأهل السنة في طهران؟ قالوا ماكو، صار لنا سنين عبد الله احنا نصلي هني بهالصالة هذه. أهل السنة اللي موجودين في طهران يبون يصلون ويانا، حياهم الله. الجمعة الثانية رحت للسفارة المصرية، سألت نفس السؤال، لقيت نفس الجماعة قاعدين يصلون وإنه ماكو كذا. سألت السائق اللي كنت مستأجره أنا، مسيحي أرمني، قلت له اليهود والمسيحيين وين يتجمعون في طهران؟ قال لي عندهم دكاكين في شارع منوشهري. قلت نروح هناك. رحت والساتول من المحلات التحف الأنتيكس، معظمها يا يهود يا مسيحيين. تدخل الدكان مال اليهودي تلقى نجمة داود على الباب، فهمت كيف؟ مالت إسرائيل. أنت يهودي؟ نعم أنا يهودي. أنت صار لك؟ قال أنا مولود هني. ليش ما سافرت إسرائيل؟ قال وش حق إسرائيل؟ هني بالنسبة لي إسرائيل هني مالتي. عندكم معابد هني؟ قال عندنا 4 ما أدري، قال لي 6 معابد هني قريبة من منوشهري، فهمت كيف؟ رحت لدكان في مسيحي، سألته في منوشهري، قال عندنا كنايس منتثرة في شو اسمه في طهران. لا حول الله. فإذا السنة مستهدفين. رجعت الكويت، رفعت التليفون على السفير الإيراني علي. أنا أحب أحسم الأمور بشكل واضح، ما أسمع ويقولون وما يقولون. نقيت على السفير اسمه علي جنتي، هذا سفير سابق. قلت له سعادة السفير أنا عبد الله النفيسي. قالوا نعم نعرفك. قلت له أنا ودي أدعوك لي استكانة شاي عندي بالبيت، ممكن؟ قال ممكن جدا. اتفقنا على موعد. يا الريال ما قصر، وقف سيارته عند الباب، معاه السائق ومعاه مرافق. قال حق السائق خليك أنت عند السيارة. دخل المرافق وياه، دخلنا وقعدنا. بعد الديباجة والحكي السلامات قلت له أنا والله عندي طلب منك. قال تفضل. قلت له احنا مجموعة كويتيين جمعنا مبلغ من المال حتى نشتري أرض في طهران نبني عليها مسجد لأهل السنة، ونبي منك ورقة صغيرة انه حامل هذه الورقة فلان النفيسي، الرجاء تسهيل مهمته في كذا وعدم إعاقته. هو كان شايل الاستكانة بيده، كان يحطها وقهقه ضحك، مات من الضحك. أنا قاعد أطالع وجهه وهو يضحك، خلص من الضحكة. قلت له الحين شنو جوابك أنت؟ تعطيني هالورقة ولا ما أنت معطيني؟ قال حتى لو أعطيك ما تفيدك، ما تمشي. في قرار من القيادة عندنا من فوق إنه ما يسمح للسني بمسجد في طهران، لا يمكن تحت أي بند من البنود. وأول من سيعارض هذا الطلب هو أبوي، يقول لي أحمد جنتي، خطيب الجمعة في طهران وعضو مجلس الخبراء. قلت له ليش؟ قال قرار لن نسمح لكم أنتم السنة أن يكون لكم مسجد في طهران. قلت له فإذا أنتم مو جمهورية إسلامية، أنتم جمهورية إيرانية، فأنصحكم تشيلون إسلامية وتخلون جمهورية الإيرانية. وأنا سأستقيل من عضوية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وراح أسوي يوتيرن الحين وراح يوصلك الخبر. قال شنو يوتيرن؟ قلت راح كلية. فكانت هذه المفاصلة. كلية سأراجع أفكاري حول الجمهورية الإيرانية،
وسأعمل على هذا الأساس. هاي قصة التحول. الله يعطيك العافية دكتور، أنا شاكر لك وشاكر لوقتك الثمين